معلش الفيديو ده هيكون صادم شويتين وممكن انكم تهاجموني، بس هو لازم، هو ضروري، هو خطير ان احنا نتكلم فيه. السيدات اللي بيعانوا من رجالة، يؤسفني أقول رجالة، عايزين يمارسوا علاقات بشكل محرم، علاقات خلفية. أنا هقول حاجة وهفسرها، اسمعي معايا واسمع معايا كويس قوي. حتى لو انت كنت كده ورافض كده، اسمع معايا. الراجل الذي يستمتع بفكرة العلاقة الخلفية أكثر ميولا للمثلية من الرجل الطبيعي اللي بيفضل العلاقة الطبيعية. تاني، أي حد ممكن ينجرف للمثلية الجنسية بيكون وهو صغير في المدرسة لعبوا معاه اللعبة دي، لعبوا معاه لعبة ان احنا نجرب العلاقة الخلفية، حتى لو كان هو مش الطرف السلبي، حتى لو كان هو الطرف الإيجابي. فالمثلية الجنسية للإيجابي وللسلبي. فأرجع وأقول، أيها الغضنفر اللي رايح لمراتك تقول لها أنا هتجوز عليكي عشان أنا عايز أعمل جنس خلفي وإنتي مش موافقة، أنت أميل للمثلية الجنسية وأقل رجولة من غيرك. وأيتها الزوجة اللي بتسمعني النهاردة وبتزقزق في دماغها وبتفكري إنك تعملي كده عشان ترضيه وما يروحش يخونك، انتي أكبر مغفلة في الكون. رقم 1، ده ممكن ينقلك أمراض، ممكن يعملك تشنج في عضلة الشرج، ممكن يعملك مشاكل لا حصر لها. دي رقم 1. رقم 2، الأستاذ أصلا ناقص رجولة، الأستاذ أصلا معيوب ومتنيل بنيلة. هتعومي على عومه ليه؟ هتعملي الحرام عشان خاطر هو ما يروحش يخون؟ ما يخون ولا يتحرق ب60 جاز وسخ. معلش أنا أسفة على اللفظ، ما يتحرق. اللي عايز يعمل كده يروح يوريني يعمل كده، ما يعمل كده، ما هو اللي هيتعلق من عرقوبه، ما هو اللي هيتحاسب. انت عايزه تدخلي نفسك في حرمانيه علشان خاطر هو ما يبصش بره؟ طب ما يبص بره، اللي زي ده ما يتبكيش عليه اصلا. انا مش هعمل ده عشان ده حرام وده ضد مبادئي وده ضد رجولتك. انت عايز تروح تعمله؟ طب يا حبيبي روح اعمله وخد ذنوبه وخون ربنا وخون معتقداتك وخون رجولتك واعمل كل اللي انت عايزه. انت طلعي نفسك من المعادله. هو لما يروح يخونك ولا يعمل حاجه غلط ده معناه ان انت معيوبه؟ لا يا حبيبتي، ده معناه ان هو عنده شذوذ، عنده مشكله ما بقاش يعرف يستمتع بالشكل الطبيعي. بمنتهى البساطه، هو لو انت قلتي له حاجه زي كده هيوافق عليها؟ لو انت قلتي له انا مش هتبسط الا بممارسه تهينك وتعمل منك مسخ وتزود عرضتك للامراض، هيوافق ولا هيديكي قلمين على وشك؟ حذاري ثم حذاري ثم حذاري لأي واحدة تضعف وتفتكر ان كده مش هيخونها. اوعي مهما انه ضغط عليكي، ده اصلا ناقص رجولة. عشان خاطر تقدري ترضيه لازم تكوني انت ناقصة ايمان وناقصة انوثة وناقصة مبادئ وناقصة في العموم. ما تعمليش كده صدقيني، لان اللي بيغضب ربنا مستحيل يرضي العبد. صدقيني الرضا في ايد ربنا في الاخر وفي الاول. تمسكي بمبادئك، ما تخليش اي حد يلعب لك في دماغك.